يقول أنا كنت أروح للعمرة لزيارة النبي صلى الله عليه وآله، أروح للعمرة للحج. كان هو حمل دار. طبعا هذا الشخص اللي يقول لي هاي الفكرة من الكوفة، من السادة من الكوفة، الله يكتب عليه السلامة إذا حي والله يرحمه إذا ميت، من زمان القصة من أيام النظام المقبول. وكنت أنا حمل دار، آخذ حملة أروح. كان أكو واحد هناك في مكة أبو تكسي، صارت إلي علاقة به فرد مرتين ثلاث، صعدت وياه والعلاقة صارت إنه منطاني رقم تليفونه، قمت كل ما أروح للسعودية أزور نتخابر. يقول فد مرة، رابع مرة أو خامس مرة بعد، يقول رابع زيارة لهناك، يقول صعدت وياه، عرف من خلال استدرجني بالحديث، عرف أنه أنا من شيعة أهل البيت. يقول هو أحبني كصديق ولكن تحفظ، ما نقول أبغضني، أو تحفظ علي لأنه ما قبل مني. هو يعطيني، قمنا يوميا نقعد ساعة باليوم أو ساعتين بعد أنه يوصلني للفندق، نقعد أنا وياه. هو ينطيني أدلة وبراهين وأنا أعطيه أدلة وبراهين. يدري أكو بعض ناس هواي خافي عليهم هذا المنبر، إخواني هواي يوصل أفكار، هواي يناقش أفكار، هواي يوصل وبأسلوب راقي جدا. منبر أبي عبد الله الحسين من بركته وبركة أمه الزهراء أوصل الكثير من المعلومات اللي كانت خافي عنهم. ذاك الوقت كان خافي عنهم أن معاوية قد سن الشتم أو السب على علي بن أبي طالب. مثلا واحدة من المناظرات يقول قال لي ما عندنا خبر أن معاوية شتم علي. قال لا عم 70 سنة الدولة الأموية شتمت علي صلوات الله وسلامه على أمير. المهم يقول الحكي طويل، صعد ونزل. فرد يوم قلت له أقرأ عن الزهراء صلوات الله عليها، ورحت. يقول رحت، صار أيام جدولة الحج انمنعت في سنتين ثلاث، ورا سنتين ثلاث رحت المكة. رحت تليفون صديقي بعد عندي خبرته، اجاني الرجل السعودي اجاني، فريت بي سلمت عليه، قال لي عندي طلب منك. قلت له تفضل. قال لي ما جاي وياك تربه من النجم. يقول انا بعد ما ادري الفرحه بقلبي ما ادري الدمعه بعيني. قلت له تربه تريد؟ قال لي اريد تربه. ما ادري تربه ابدا، ما عندي والله تربه، عندي بس قطعه بسيطه راح انطيها انا، مو مشكله لك. امانه عليك لو رحت تجيب بعد تجيب لي وياك كثر لي تربه. يقول انا اهم شيء في اصدقائي اللي بالحمله، اقول حصلت لك كم قطعه تربه وعفته. اول يوم ما سالته حتى لا يتفاجئ، ثاني يوم قعدنا تعال